هذا واحد يمني في اليمن يقول دخلت المستشفى ولقيت لي 3 متكسرين، يقول في قسم العظام ويتضحكون، متكسرين ويتضحكون. يقول 2 شباب وواحد شايب. يا ولد انتم مش عندكم حالتكم كذا وتضحكون؟ قالوا حنا والله قصتنا عجيبة. يقول والشايب يسولف بقصتهم، قال حنا كل ما بعنا وشرعنا في مجال خسرنا فيه، واخرتها دكان خذوها الديانة وطلعونا صفر. يقول والشباب هذول ابناء بني خيه، قلت ما لنا غير نصير قطاعين طرق. يقول احنا ناخذ سلاحنا واحنا نقف الليل على الطريق. يقول اول سياره جتنا قال لي هاك الجيب الجديد، قلنا بس هذا الضحيه. قالوا نركب معه، قال يوم مشى شوي قالوا نحط مسدس في راسه، قلت لا تحرك انت مخطوف. الشباب 2 هذول بعدي على الطريق ب 500 متر. يقول قلت امشي مش لين جاء عند خوياي، قلت وقف اركبوا، قال يا مرتبوا معي، قالوا احنا نمشي. مشى اليوم دق تلفونه، قلنا هذول هيك علمهم انك مخطوف وانه طالبين ديه. يقول لي يقول لا والله ما فجرت فول نقطه، لكن انا بفجر نقطه. يقول قلنا يا ولد العلم ويش؟ قال والله انا انتحاري وهذا حزام الناسف. قال وين ارفع ثوبه وان شاء الله انا وياكم رايحين للجنه. قلت تكفى يا اخوك وتزف نفسه. قال لا انتم تبغون تذبحوني اولا، الحين نموت سوا. يقول يوم مشت السيارة 140 قال شوفوا اللي يبي ينزل ولا بتفجر انا وياكم. قالوا احنا نفك البيبان وننزل والسيارة تمشي. يقول له الشايب شوي يصيح وشوي يضحك. قالوا عان والله ما فينا عظم ما هم مكسور. والله يا بلا. وهذه ترى فيها عبرة يا اخواني. القصة هذه ما يفلح الحرامي مهما كان ومهما حاول انه يبني حياته بحرام، ما يفلح.